سيبك من أي فيديو انت سمعتيه وتعالي بقى شوفي الجمال والعظمة دي. هنعمل مع بعض سمنة بلدي طبيعي 100%، خطيرة جدا وكمان صحية ومناسبة جدا جدا في الطبخ، وكمان خفيفة، وطعم السمنة البلدي الأصلي وحصري هنا عندي لأول مرة. سيبك بقى من الناس اللي بتضيف بقى لبن والناس اللي بتضيف حاجات غريبة، لا احنا هنعملها بطريقة صح الصح. وبجد هستنى رأيكم فيها في الكومنتات، بس ما تنسوش لايك وشير وشيريها للناس الحلوة العزيزة على قلوبكم، والناس حبايبي اللي بتابعوني دايما اللي هم قلوبهم بيضة. ما تنسوش كده تعليق حلو ودعوة حلوة وإثبات وجودكم في الكومنتات. ويلا بينا نشوف الجمال والعظمة والحاجة الحلوة دي احنا عاملينها ازاي، وبجد لازم تجربيها. يلا بينا. اول حاجه جبت معايا الدهنه معايا. انا جايبه دهن عجالي، يعني مش دهن ضاني بصراحه، لان انا ولادي ما بيحبوش الدهن الضاني، فجبت دهن العجالي. انا مش فاكره الكميه كانت كام بالظبط، دي كانت عندي من العيد وكنت بفرزها. انا بفرزها زي ما هي كده دهن، من غير بقى ما اقطعها ولا اي حاجه خالص، ووقت ما بحب ان انا اعملها بطلعها. طلعت الدهنه كده وبدات ان انا اقطعها وهي ساقعه متلجه، علشان تتقطع معايا من غير ما تبهدل ايديا ولا تبهدل الدنيا. بقطعها كده على قد ما تقدري، تبقى قطع صغيرة مش كبيرة. لا بنفرمها بقى في الكبة ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب دي. ليه نبهدل الكبة بتاعتنا ونيجي نعملها نغسلها تغلبنا في الغسيل؟ لا، الطريقة دي سهلة جدا، وطريقة مش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة خالص. أنا هقطعها بقى كلها بنفس الشكل. نقدر نعمل كده في الدهن الضاني؟ اه طبعا نقدر نعمل كده في الدهن الضاني، بس انا مستخدمه زي ما بقول لكم الدهنه العجالي. هقطعها بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده الكميه كلها، ونشوف مع بعض احنا هنعملها ازاي من الالف للياء. بس اهم حاجه تسمعي الفيديو من البدايه ومن الاول للاخر، علشان كل كلمه فيه مهمه. بعد ما قطعت الدهنه حطيتها في حله عندي تكون كبيره وتكون اكبر من حجم الدهنه، علشان طبعا لما تغلي معايا ما تبهدلش الدنيا. وهبدا ان انا ارفعها عندي على البوتاجاز. ويفضل طبعا ان انت تستخدمي حله المونيا، بلاش يا جماعه حله استانلس، لانها بتمتص الحراره فممكن تحرق معاكي الحاجه بسرعه. النار عندي بتكون هادية كده إلى متوسطة نوعا ما، وانت بقى بتعملي أي حاجة في المطبخ، بتروقي المطبخ، بتجهزي الغدا يعني، واقفة في المطبخ برضو علشان ما تتحرقش منك. ومن وقت للتاني ابدأي ان انت قلبيها من تحت لفوق كده، لحد بقى لما تشوفي الشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض ده. اول ما توصل معاكي للمرحلة دي يبقى بقى هنا لازم تاخدي بالك منها. بصوا كده ببدأ ان انا اقلب فيها وبهدي النار عليها جدا. انا عايزة السمنة او قطع الدهن تنزل كل السمنة اللي موجودة فيها لما تنكمش خالص خالص خالص. وعايزة اقول لكم بقى ان الحاجات اللي بتتبقى دي اللي انا هوريها لكم دلوقتي في ناس بتعشقها جدا وبتحبها جدا، بس طبعا دي هتكون تقيلة على الناس اللي هي صحتها مش قد كده، او الناس اللي عندها امراض في القلب او الضغط او الحاجات دي كلها. هنا بقى بصوا بقول لكم ان هي ابتدت ان هي تستوي معايا. اعرف منين بقى ان السمنه استوت والسمنه بقت حلوه؟ ان الحاجات او الجزيئات اللي باقيه من الدهن دي لونها يحمر معايا وتاخد اللون الذهبي الاحمر الفاتح، ما تتحرقش معاكي كده. السمنه معاكي استوت. اهم حاجه لازم السمنه تستوي كويس جدا، لانك انت لو طفيتي عليها وهي مش مستويه يا جماعه السمنه هتبوظ معاكي بسرعه ومش هتقعد معاكي وقت طويل. لكن السمنه دي هتقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما تغير ولا أي حاجة نهائيا. بدأت إن أنا أضيف لها شوية ملح. الملح ده لازمته إيه؟ هو المادة الحافظة اللي معانا. فأضيفي شوية ملح، بس طبعا ما تكتريش قوي علشان ما تحدقش معاكي. إحنا فايدة الملح هنا إن إحنا مش بنحدق السمنة، إحنا بنضيفه كمادة حافظة. هنا بقول لكم بصوا حجم قطع الدهن اللي كانت كبيرة بقى شكلها عامل إزاي. اتكمشت واتصفت خالص خالص، ودي بقى البواقي دي احنا هنا يعني بنسميها القشيم، القشيم بتاع الدهنه. في ناس زي ما قلت لكم بتحط عليه رشه كمون كده وبتاكله زي الجمبري بالظبط، بس طبعا ده مش مسموح لكل الناس، مسموح للناس اللي صحتها حلوه وبتشتغل كتير.
هنا باوريكم، بصوا بقول لكم، بصوا الحجم بقى صغنن قوي ازاي، بصوا الكرات صغرت قوي ازاي. هو ده المطلوب. السمنه معايا اخدت اللون الاحمر وابتدات فيه رغاوي كده تظهر على السطح، والكرات اللي انا مقطعاها شوفوا كانت كبيره ازاي، قلت وصغرت. لا تضربي بقى في الكبه ولا تفرمي ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده خالص، ولا نضيف حليب يا جماعه. اوعي تسيحي السمنه وتضيفي لها حليب، طريقه غلط جدا. ليه بقى؟ لانها تقعد معاكي على النار فترة طويلة جدا جدا، لان الحليب فيه نسبة عالية جدا من المية، وعلشان المية دي تتبخر وتتخلص من الحليب بجد يا جماعة هتاخد معاكي وقت ملهوش اي 30 لازمة. احنا هنحولها لسمنة بلدي باضافة صحية وبطريقة ممتازة جدا جدا من غير الكلام الفاضي ده. بصراحة هو كلام فاضي، انا بالنسبة لي شايفاه ان هو مش حلو. هنا بقول لكم بصوا بقى، انا ايديا فيها كده لما وصلت للمرحلة دي ما أخدتش معايا وقت خالص زي الافتكاسات أو الطرق التانية اللي إحنا بنشوفها. أنا منصحش أي حد يجربها بالطرق التانية، لكن الناس اللي بتعملها بطريقتي برضو تكتب في الكومنتات علشان الناس كلها تطمن. شفتوا بقى حجم القطع اللي أنا كنت عاملاها صغرت قد إيه؟ دي مش دهنة، دي بتبقى حاجات ناشفة كده بالظبط شبه الجمبري كده وبتقرمش زي ما قلت لكم، ناس بتحب إن هي تاكلها. أنا بقى بعمل إيه؟ بشيلها بالمصفى، بجيب مصفى صغيرة كده وببدأ إن أنا أخرّج القشيم ده من السمنة بتاعتي أو من السمنة السايحة أو الدهنة اللي سايحة دي. هو أصلًا حجمه بيكون خفيف جدًا، جدًا، بينزّل كل الدهون فيه، فهو أصلًا بيطفو على السطح، فسهل جدًا إن أنتِ تشيليه، ما فيش حاجة بتكون في القاع. وبُصّوا هنا السمنة بقت صافية معايا. تعالوا بقى إزاي نحوّلها. السمنة أول ما درجة حرارتها تهدى شوية، يعني ما تبردش ولا حاجة، تهدى شوية لإنها بتكون بتغلي، باضيف لها بقى، أنا ضِفت لها هنا كوباية من السمنة البلدي، لإن الكمية بسم الله ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده. ضِفت لها كوباية سمنة بلدي، سمنة بلدي فلاحي، أنا مسيّحاها عندي في البيت. تقدري تضيفي نُص كوباية، ربع كوباية، على حسب كمية الدهن اللي أنتِ مسيّحاها وعلى حسب كمية السمنة. أُمّال إيه السايح اللي أنتِ ضفتيه ده؟ بُصّي كده معايا، السايح ده بقى زيت كريستال. ضفت كمان كده نُص إزازة من زيت الكريستال. نُص الإزازة من الزيت الكريستال ده يا جماعة عايزة أقول لكم فوق الممتاز يا جماعة. كده أنا عملت يعني خليط من السمنة ومن الزيت حلو أوي، خفيف جدًا للطبخ، يعني ما يكونش تقيلة، الطبخة ما تكونش تقيلة، ومش محتاجة بقى إن أنا آخد شوية زيت وأحط حتة من السمنة، لأ، كده بقى جاهز عندي في العلبة، آخد منه على طول. لمّا بيبرد معايا شوية باجيب برطمانات تكون إزاز وتكون مُعقّمة. أنا ما باستخدمش أي حاجة أو أي تخزين في برطمانات بلاستيك، البلاستيك غلط جدًا يا جماعة، لازم يكون إزاز وأعقّمه. أعقّمه إزاي؟ أغسله كويس جدًا وعلى النار كده، إن أنا أحطه على النار علشان يتعقّم معايا، والبرطمان يكون سخن والسمنة لسه سخنة. باسمّي الله واصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبانزل بالسمنة، باصفّيها من المصفى علشان لو فيها قطع صغيّرة، عشان بُصّوا السمنة البلدي بيبقى فيها حاجات زي المُرطة كده، وبابدأ إن أنا أعبّي في برطمانات كده. البرطمانات دي بسم الله ما شاء الله كبيرة، يعني عملت حوالي معايا 6 كيلو والّا حاجة، يعني هيكفّوني أكتر من السَنة. يعني أنا ما باستخدمش دهون كتير في الأكل وكلّكم عارفين. تحفة، لونها دهبي وتحفة. بُصّوا ما فيش هدر ولا أي حاجة خالص، خالص، خالص. وزي ما قُلت لكم بقى القشيم أو قطع الدهن اللي باقية دي بتكون خفيفة جدًا، جدًا وحاجات ناشفة كده وبتقرمش، في ناس كتير جدًا بتحب إن هي تاكلها. بُصّوا بقى، أنا حطيت السمنة، شُفتوا اللون الدهبي الجميل الخطير ده؟ خفيفة جدًا، باطلّعها باستخدمها على طول، لا باخلط بقى في الطبخة بتاعتي ولا أي حاجة. أي طبخة عندِك حُطّي منها، هتحوّل الطبخة وهتخلّيها جميلة ومسكّرة زيِّك كده، وهتبقى خطيرة طبعًا من إيديكِ. حاجة كده روعة. الكمية دي والله هتفضل معايا أكتر من السَنة، ولا بتبوظ ولا أي حاجة. أهم حاجة إن هي لمّا تبرد عندِك حُطّيها عادي جدًا على رخامة المطبخ، مش بيحصل لها أي حاجة، وكمان ممكن تحفظيها عندِك في الفريزر أو في التلاجة لسَنة كاملة قدّام. رهيبة يا جماعة، جرّبيها، وأتمنى الناس اللي بتجرّبها بطريقتي يعني تقول كده في الكومنتات وتشجّع الناس، والناس طبعًا تشيّر الفيديو لكل الناس، لإن بجد في طُرق كتيرة جايبة مشاهدات بالملايين، بس أولًا طريقة مش كويسة خالص،
ولا صحية نهائيًا، وللأسف مشاهداتها بالملايين، لكن زي ما أنتم عارفين أنا قناتي مشاهداتها تعبانة، فما تنسوش تشيّروها لكل الناس، لإن الدال على الخير كفاعله، ولايك وشير بقى يا أغلى الناس، وزي ما قُلت لِك الطريقة دي هتاخدي منها معلقة هتلاقي الطبخة في حتة تانية، ولا محتاجة تحطّي زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة. نسيت أقول لكم الناس اللي ما عندهاش سمنة بلدي تقدر تستخدم إيه، على حسب إمكانياتِك، لو بتطبخي بزبدة تقدري تحطّي حتّة زبدة، لو بتطبخي بأي سمنة تانية وأنا ما باحبش كده بصراحة لإنها مش صحية، بس ما فيش مشكلة، طعّميها بالطعم اللي أنتِ حاباه، لإنِّك أنتِ هتدّيها طعم من الطعم السمنة اللي أنتِ هتستخدميها، واستخدمي زيت ذرة لإنه صحّي وخفيف كمان، فأتمنى إن أنتم تجرّبوها، هتاخدوا منها معلقة 2 ولا يهمِّك لإن هي خفيفة وحلوة وحاجة مضمونة، وأصح جدًا، جدًا، جدًا من السمنة التانية، وأنصح الناس اللي ما شافوش الفوايد بتاعتها أنا عاملة فيديو عن فوايدها وهي مضرة والّا مش مضرة، لأ هي مش مضرة يا جماعة وصحية جدًا وحتى مفيدة للناس اللي هم عندهم أمراض، لإن هي من جسمِك، فشوفوا برضه علشان تستفيدوا، هاستنى رأيكم فيها، وأتمنى بقى زي ما قُلت لكم إن أنتم تشيّروها لكل حبايبكم، واللي عنده أي سؤال أنا نسيت أقوله يسيبه لي في comment كده علشان أجاوب عليه. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.